الشيخ محمد عمران، فضيلتك تذكر ان احنا التقينا في مكة المكرمة. برضو عايزين تقول لنا بعض خواطرك اثناء زيارتك للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تبقى خواطر كلامية مش انشادية. خواطر كلامية المرة دي بقى. الحقيقة انا اذكر ما لا ينسى ابدا انه في عام 76 كنت بحج، وكان الحرم انذاك بيغلق بعد صلاة العشاء. الحرم النبوي. فكان الحرم المكي ما بيغلقش. لا، الحرم النبوي. وانا الحقيقة كنت مشتاق ان انا لا، ما كنت مشتاق ان انا يعني استضاف من حضرة النبي ليلة كاملة. فكان معايا في الوقت ده حلمي امين، استاذ حلمي امين الملحن، والاستاذ فهمي عمر، وكنا عاملين جلسة في فندق من الفنادق، جلسة دينية، وفوجئنا. يعني انا طلبت من الله الحقيقة، لانه يعني هي بداية القصة وكانت هتطول شوية صغيرة. كان لنا اخ اسمه نبيل عاد، قلت له كلام، قال لي انا هخليك ان شاء الله تبيت ليلة في الحرم، بس تعالى هنصلي المغرب ونروح لبعض ائمة الحرم نستشيره او نستأذنه. انا الحقيقة وانا داخل زحمة وعمال اخوض في الناس، فقلت لا والله ان كان الرسول يريد ذلك فبها ونعمة، انا مش هروح الحقيقة يعني لحد. فاحنا صلينا العشاء وروحنا، وكان معنا الاستاذ فهمي عمر ولعله يذكر هذا. وفوجئنا بانه الحاجة نظير العدل بتقول لنا الحرم الليلة دي مفتوح لحد الصبح بامر من الملك. فخرجنا على طول وبيتنا في الحرم في الليلة دي. فده كانت يعني نعمة كبيرة من الله، ولا انسى هذا ابدا. كانت استضافة كريمة من حضرة مولانا المصطفى، نسأل الله ان يعيدها يا رب العالمين. تختم لنا بقى لقائنا. فرح الزمان اليوم حان الموعد، فرح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكرى وعاد المولد، وأطل نجم وأطل نجم وأطل نجم في السماء بنوره في مثل ذا اليوم جاء محمد، أسرى